شاء الله نعلن عليها بالأيام القليلة المقبلة عند إنباء العقد. الهدف اللي عنده هو أولا وقبل كل شيء في المرحلة هذه القادمة في الأشهر القليلة المقبلة هو أنه يأهل الفريق الوطني لكأس أفريقيا الأمم اللي يجري في المغرب الشقيق في 2015. ثم ضمن هذه البطولة إن شاء الله إذا تأهلنا الوصول على الأقل للنصف نهائي مينيموم، وثم في نفس الأهداف في الكؤوس الأفريقية المقبلة، وأيضا تأهل إذا كان العقد باقي سريع مفعول والأهداف هذه فقط التأهل إلى كأس العالم. وأثناء كأس العالم إذا تأهلنا إن شاء الله نفس الهدف اللي كان موجود في عقد المدرب السابق البلوغ إلى على الأقل الدور الثاني. إذا نذكر المشاهدين على المباشر ونترككم على أسئلة الصحفيين لكم أن تعطونا الأسباب الحقيقية لمغادرة حي الوزير في وقت المنتخب الوطني حقق نتائج مع مغادرة المدربين مرهونة بالنتائج. السؤال الثاني وقع الاختيار كان على بورتو، هو مكون أكثر منه مدرب، وإحنا التكوين غايب تقريبا في الجزائر، لماذا الاختيار على بوركيف وليس مدرب باسم كبير مع يتماشى مع تركيبة تركيبة المنتخب الوطني؟ شكرا. بظن أنا جاوبت على الأسئلة هذه كلها في التدخلين. تفضل من إذا ممكن في كلام فرنسا، ولكن أنا زدت أكدت له الأخ ديال قائمة الكاس، يعني هذوكم المقاييس. إذا ما زلنا مشاهدينا الكرام مع أسئلة الصحفيين التي يطرحونها على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد راوراوة. وكما تابعنا فإن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد راوراوة قال بالحق الواحد أنه لن يترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي، بما أن في هذه الهيئة يتواجد عيسى حياته كما هو معلوم. وقال أيضا بأنه لن يترشح لرئاسة الاتحاد العربي. كان إذا هاتين أبرز النقطتين التي تحدث عنهما رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. réglementaire qui s'occupe de ça, dans la transparence la plus totale. Et nous, on a un seul objectif, c'est l'intérêt de la fédération. Celui qui sera le plus offrant et le mieux disant sera retenu, je pense, par la commission que j'ai dit. Il n'y a pas d'autres critères. Les critères sont ceux que nous recevons et les mesures d'accompagnement. On n'a rien d'autre. Alors, les gens marquent. السلام عليكم. بسؤال إذا أسئلة صحفيين متواصلة. عندي سؤال بخصوص إحدى المراحل الكريمة في قطر. بما نعرف الاتحادية بعد ما سمعنا موقف الوزير الدخل والرحلة، وقال بأنها تمت تحتاجات دون إعلام السلطات المعنية. أصبحت من الماضي فعلا كما قال الوزير، ممكن كانت عدم احترام الإجراءات الإدارية الملائمة، ولكن إن شاء الله في مرة أخرى تندار الأمور بالطريقة الإدارية الملائمة باحترام البروسيدور. لا تنساوش انه عدد كبير من اللاعبين مرتبطين تجاريا مع شركة أوريدو هي اللي كانت قدمت دعوة كريمة مشكورين لهذا. وطبعا كانت الإجراءات لأنه مدارت بالزربة وللأسف أخذت الطابع هذا، ولكن هذا أصبح من الماضي. وإحنا تعرف مع الاتحاد القطري ومع الشركات الراعية أن على علاقات جد طيبة،
وإن شاء الله في المستقبل نأخذ الإجراءات في الوقت المناسب لتنظيم مثل هذه الأحداث. إذا ما زلنا مع أسئلة الصحفيين ورئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد دراوراوة، والندوة الصحفية التي يعقدها بالمركب الأولمبي لمحمد بوضياء. يقوم بنفس القرار اللي قاموا مع الطبيب في كأس إفريقيا جنوب إفريقيا، يسمح له بمواصلة العمل أو سيتم إقالته بطريقة مباشرة. ومدري يقول ويتنفي خلينا نشوف واش يدير هذا السيد هذا. عنده تقريبا 6 شهور خدمة وشاك موا اكزاكتومون، وعنده 6 مباريات راح نلعبها، فهمت؟ هذا كيما في لاكوب دي موند كانوا الناس يقولوا لازم نربحوا لا بلجيك باش نتأهلوا سينو اوني با اوني مور. انا قلت لهم ما تنساوش عندنا كاين 9 بوان دون تورنوا فرنسا، يعني 9 بوان اذا خسرت 3 يبقاو لك 6 باش تتأهل، لازم لك 6 ولا 4. اي سي سكي سي باسي. دونك سي لا ميم شوز. لا كاليفيكاسيون هذه بروشين عندنا 6 ماتش اشوي، كي يخلصوا لي 6 ماتش نشوفوا. انا كنت تبعت لوبينيون بوبليك، بارتي دو لوبينيون بوبليك دو وتبعت une partie de vos collègues وكان حاولت تالي لوبي sur le tour d'Afrique du Sud. J'aurais dû le renvoyer, contractuellement j'avais le droit de le faire. Donc un objectif c'est un objectif, on l'atteint comment, on l'atteint pas pourquoi. Donc كما يقولوا on voit le maçon au pied du mur. احنا عندنا الوقت ان شاء الله في نهايه نوفمبر على لا فان دو 6 ماتش، ذاك الوقت ندير الحوصله وندرس ونشوف ان شاء الله، وان شاء الله ما نلحقوش هذا. ان شاء الله نكونوا في لا كوب دافريك، وان شاء الله نكونوا داخل لا كوب دافريك، وان شاء الله نكونوا avec le même esprit que la Coupe du Monde en train de jouer la prochaine Coupe d'Afrique. في التلفزيون الجزائري الحاج معلوم أن المنتخب الوطني خارج بالمنافسة بحجم كأس العالم، مقبل على إحصائيات ستكون شاقة وماراثونية، لأنه المنتخب الوطني سيلعب 6 مباريات كما أشرت في ظرف الوجيز. هل ضبطتم كل الأمور الخاصة بهذه المباريات، على الأقل المباراة الأولى التي سيواجه فيها المنتخب الوطني منتخب إثيوبيا؟ طبعا انا سبق لي قلت ممكن باللغه الفرنساويه انه احنا خدينا كل الاجراءات لخوض هذا المعركه ديال التاهيل لكاس افريقيا للامم اللي ينظم في المغرب الشقيق في 2015 في بدايه المقبله. خدينا كل الاجراءات اللازمه منذ مده، سواء على المستوى اللوجستيكي، سواء على المستوى التنظيمي، سواء على المستوى التقني، او حتى على بعض الحاجات اللي تظهر بسيطة بالنسبة للناس، هي الديتاي دون اورغانيزاسيون احنا كنا نكتبوا بعض. قلت لك احنا كان فريق من المسؤولين ديال الاتحاد قاموا بزيارة في شهر 5 في شهر ماي الماضي إلى إثيوبيا، وضبطوا كل أمور التنظيم لهذه المباراة الأولى. احنا جندنا كل الإمكانيات المالية والمادية والتنظيمية لنكون في المستوى المعروف بنا في هذه التصفيات الصعبة كما قلت، لأنه تلعب مباراتين في تقريبا أسبوع، في 10 أيام، مش سهل. لكن الحمد لله الإمكانيات اللي عندنا اليوم احنا نورمالمون تبشرنا بالخير، سواء من ناحية الموارد البشرية أو من ناحية الإمكانيات. نعطيك مثل، احنا اليوم بحكم الإمكانيات اللي عندنا ناخذ دائما طيارة خاصة باش نسافر من نقطة إلى نقطة، من الجزائر إلى بلاد. البارح نقرا ونشوف كيف فريق البنين رايح يلعب في ملاوي في بلونتير، يروحوا من كوتونو لأديس أبيبا، من أديس أبيبا يروحوا لمدينة أخرى باش يلحقوا واش تقولها اللونغوي هذه وين يلحقوا. يعني في الوقت يعني ممكن نجيب له يومين باش يسافر يومين باش يلحق يلعب مباراة، في الوقت اللي احنا في بضعة ساعات نروح من نقطة إلى نقطة ونرجع من نقطة إلى أخرى. يعني باش تشوف الفرق اللي كاين من ناحية الإمكانيات ومن ناحية التنظيم.
السلام عليكم. عايز بدأني سبحانه وتعالى الإذاعة الجزائرية. سيد محمد رمضان عندي تقريبا 3 أسئلة مختصرة أو مختصرة. الأولى تتعلق بالمديرية الفنية الوطنية اللي هي الشغل الشاغل على الفكرة اللي يعمل في الاتحادية. ماذا سنعرف اسم المدير الفني الجديد بعد مؤخرا الآن بالنيابة السيد توفيق قريشي اللي نحييه بالمناسبة على العمل الجبار اللي يقوم به مختلف المهام على كل مهمات خيرة. وهل تؤكد تأييد السيد جلال السعدان للمديرية الفنية بعد اسمه كان مطلوب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يتعلق بالاحتراف الجزائري مع داخل الموسم الخامس الاحترافي، وهو الموسم الذي حدد له الطرف الاتحادية في بداية المشوار. هل بعد المدة هذه الآن المشوار ما زال بعيد؟ الحديث على 2018 وهذا عرقل ربما برنامج الاستقرار الاتحادية وخلقها مساعد أخرى خاصة أنه داخل الموسم الخامس ما زال الأندية تعاني معاناة كبيرة تدخلات الاتحادية حتى توصل بعض الأندية استعدادا للموسم كالحكومة المديرية الشباب وميزانية الدولة ماذا سيطبق مسار الشروط؟ سؤال ثالث يتعلق بما تحدثت قبل قليل على أليفوفيتش وقلت أنا الذي دفعت على أليفوفيتش لو لم يكن موقفي لو تمت إقالته بعد كأس إفريقيا في جنوب إفريقيا. هل نقدر نقول الآن بعد رحيله هي خيانة إن صح التعبير أو عدم رد الجميل من أليفوفيتش؟ أنت الذي دفعت عليه كثيرا وممكن حتى تريد أن يرفع على رأس المنتخب الوطني. هل هو عدم رد الجميل السيد محمد رمضان؟ شكرا سي عيسى. قلت لك كان الماضي ما تكلمش عليه مرحلة كنا عشناها مع الطاقم التقليل السابق وانتهت، واليوم كل واحد يكتب له ربيع مين راه موجود. احنا دخلنا في مرحلة جديدة ونشوف المستقبل. ثانيا بالنسبة الاحتراف فعلا قلت انا لازم مع الاقل انذاك لازم على الاقل 5 سنوات باش نلحق المستوى اللي يكون مقبول باش نواصل المسيره. فعلا كاين عوامل خارجيه ادت الى تعطيل رفع المستوى من ناحيه التسيير الاداري والمالي بالنسبه للانديه، لكن هذا يعالج بطريقه دائمة ومستمرة وإن شاء الله نوصل للهدف المنشود في أقرب وقت ممكن. أنا كنت قلت مقبلة ممكن أيضا قضية لغة، قلت باللي ما نقدرش نقاوم روحنا بالبطولات الأوروبية المحترفة لأن 50 سنة ديال الوجود تجي انت ما أقل من 10% من حياتهم تحب تكون في نفس المستوى. هذا مستحيل لعدة أسباب، سواء من ناحية الموارد البشرية، من ناحية الإمكانيات المالية كما تفضلت. اليوم لولا دعم الدولة ما يمكنش تكون حتى كور الهوية بدون دعم الدولة ما تكونش الدولة. لذلك الدولة مشكورة على كل الجهد وكل المساعدات اللي تقدمها الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، وأيضا الوسائل البيداغوجية الأخرى مثل مراكز التكوين وأيضا الهياكل. اليوم كاين حركة كبيرة ديال بناء ملاعب وإعادة هيكلة أو رفع مستوى الملاعب هذه، لكنهم بعيدين عن المستوى الملائم للملاعب اللازمة للأندية المحترفة. نشوف الحراش تلعب في التيستاد ميم با تاع فوتبول اماتور، تشوف ميم ستاد جديد لأربعة كيفاش تلعب لأربعة، شوف دا ستاد لي ستاد وين كانت تلعب عين فكرون ولا وين يلعبوا النهل ما عندهاش وين تلعب، مولودية ما عندهاش وين تلعب، عندنا الياسما دعنا البطل يلعب في ستاد كوزينة. سيدي ستاد كانوا موجودين زمان لازم الناس دي ستاد جدد كيما راهم يتبناو في وهران ستاد ماغنيفيك. هذا ستاد تاع بالرقي تاع دويره قدوه يعاد تيكرت هذا الملعب 5 جويه ان شاء الله. لازم وقت باش حتى الهياكل ديال اللي تستعمل من طرف الاحتراف تكون في مستوى الاحتراف، يعني حركه جماعيه لازم تمشي هكذا بالتنسيق لبلوغ الهدف المنشود اي دخول الاحتراف صح وممارسته بطريقه دائمه في المستوى المطلوب.
بالنسبة للإدارة التقنية احنا مواصلين الهيكلة تاع الإدارة التقنية، وكان سبق لي قلت انه إدارة التكوين اللي يشرف عليها سي توفيق قريشي مع كذا من إطار ذات مستوى أعطت نتائج ممتازة اليوم، والدليل والنتائج جد حسنة بالنسبة للعدد المدربين اللي تكونوا في السنوات الأخيرة السنتين الأخيرتين. كما أيضا قلت لك بدينا في شرعنا في تكوين المحضرين البدنيين والمدربين تاع الحراس. يبقى قلت لك خلقنا إدارة جديدة لتقنية للفئات الصغرى. هذه اللي هناك اقتراح ونقاش مع سي رابح سعدان على أخذ المسؤولية في هذا المجال، في مجال الفئات الصغرى وليس على المديرية التقنية الوطنية. المديرية التقنية الوطنية اليوم الانتيريم باقي مع سي توفيق قريشي، وإن شاء الله في الأشهر القليلة المقبلة رايح نواصل الهيكلة تاع الإدارة وثم نوصل لتوزيع الموارد البشرية. احنا رانا في نقاش مع سي رابح سعدان على هذا الموضوع. إذا توصلنا لاتفاق راح يكون هو مسؤول على هذا الهيكل ديال تكوين الشباب، وهو بنفسه حاب يشتغل مع الشباب فقط، وإن شاء الله نوصل للنتيجة، لأنه ما بقيناش في الوقت اللي رانا نجيبه في مدرب وطني، لكن نجيبه في مدير، يعني دخلنا في العمل الإداري وليس في العمل التقني المحض فوق الميادين. إن شاء الله جاوبت على السؤال ديالك. هناك حديث اتفاقكم على جودة شبان من أجل تدعيم المنتخب الوطني من التفكير والتزيين. السؤال الثاني، هناك حديث أيضا تدخلكم لحل قضية جديد اتحاد العاصمة يوسف النايلي. إن كانت القضية كان الأمر صحيح، أين وصلت القضية؟ أولا بالنسبة للاعبين الجدد، احنا بطريقة دائمة متواصلة في ملتزمين بالمتابعة كل الجزائريين اللي موجودين برا من التراث الوطني، لكي نحاول دائما انه نجلب كل اللي عندهم الامكانيات باش يشاركوا في الفريق الوطني. بدون ما نتكلم على اسماء، هناك قائمة كبيرة ديال اللاعبين الحمد لله ممتازين طالعين اللي تخرجوا خاصة اللي تخرجوا أخيرا من مراكز التكوين في أوروبا ودخلوا الاحتراف من سنة سنتين وبدأوا هذه السنة. عندنا متابعة متواصلة، وهذا طبعا عامل ايضا لما احنا نكمل الشغل ديالنا معهم يرجع للاختيار للمدرب الوطني وليس لنا. هنا قوه ديال الاقتراح ديالهم لاعبين موجودين هنا وهنا تكون من بعد متابعه من طرف الفريق التقني ثم قرار من المدرب الوطني لاستخدامهم ام لا. بالنسبه للاعب يوسف بلايلي من مده كنت انا دخلت لما قالوا لي قريت عنكم باللي البلد اللي كان فيها كانوا نحاولوا الجواز، وهذا انا كنت غير راضي بهذا، وطبعا فهمت ليه والطرف الاخر ما هو حقوق كل طرف، لانه لما تكون لاعب وعندك عقد لازم تحترم المهام الواجبات المنوطة بك، والطرف الاخر ايضا نفس الشيء يحترم الواجبات. اذا كان خلل إذا نزاع لازم تروح على الجهات المختصة لدراسة النزاع وأخذ القرار الملائم. بالنسبة ليوسف اشتكى الفيفا من مدة عن طريق محامي تونسي مدة طويلة، أنا كان عندي نسخة من الشكوى هذه من مدة طويلة، والموضوع راه على مستوى الإدارة ديال شؤون اللاعبين في الفيفا يدرس
تدرس بطريقة استعجالية إن شاء الله. احنا بالنسبة لنا طرح الموضوع على مستوى الاتحادية على أساس نطلب نشارك في طلب، لأنه اليوم على بالك السيستم TMS النادي مع النادي في أي مكان في العالم يتصلوا مع بعضهم من خلال هذا الجهاز باش يطلبوا رخصة الانتقال الدولية. فاحنا بالنسبة لنا كان هذا العمل قام به اتحاد العاصمة لأنه سمعنا باللي عندنا اتفاق معهم، لكن ما كانش رد من طرف النادي التونسي وما كانش رد من الاتحاد التونسي. طبعا لما الاتحاد العاصمة راسل الاتحاد وطالب تدخل الاتحاد دخلنا اولا قدمنا ملف اضافي للفيفا مباشرة عن طريق اللاعب. وبالنسبة لنا احنا طبقا للقانون الدولي قدمنا طالب برخصة مؤقتة لتمكن اللاعب هذا باش يشارك في البطولة الجزائرية في انتظار الحل النهائي من طرف حل النزاع من طرف الفيفا. هذه العملية تمت من 5 أيام 6 أيام، ولأول مرة السيستم TMS سجل القضية والاتحاد التونسي رد على هذه العملية. يبقى اليوم الاتحاد التونسي إما يعطي الرخصة لأنه هذه الطريقة الانتقالية، إما يعطي الرخصة إما يعطي الأسباب لماذا ما يقبلوش. هذاك الوقت الفيفا هي اللي تفصل في الموضوع. لكن اليوم مهما كان الحال القضية دخلت في السيستم في الوقت المناسب، يعني السيستم TMS يغلق في 31 دونك السيستم TMS مغلق، لكن القضية ديال البلدية راه داخل وقت ما جرب يتأهل. السيستم مش مغلق عليه. تتقاضت القضية على مستوى اللجنة الخاصة بشؤون اللاعبين في الفيفا، وأظن في الأيام المقبلة إن شاء الله يكون عندنا رد عن الفيفا. السلام عليكم. يريد العقيد على دلوقتي عندي سؤال واحد فقط اللي هو هل في مصورات إرشاد إعادة هناك سمعنا كلام إذا نزلت القضية المتواصلة ورئيس الاتحادية يجيب على هذه حتى 2017 إن شاء الله يحيينا ربي جميعا ويعنينا على كوت. هذا شيء أفضل في الوقت. سي أحمد. Une pyramide de joueurs, une pyramide inversée. Est-ce que vous avez réussi à renverser cette pyramide, à la rendre normale, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a beaucoup plus de joueurs jeunes que de seniors. Ensuite, il y a quelques années de cela, vous ayez un déficit énorme en enseignant et en formateur. Est-ce que vous avez réussi à résoudre en partie ce déficit? La pyramide est inversée, c'est un des sujets de satisfaction. Effectivement, aujourd'hui, on a plus de joueurs jeunes que de joueurs seniors, et il faut s'en féliciter. Il faut dire aussi que nous sommes un des rares pays en Afrique et dans beaucoup de continents à imposer les jeunes catégories aux clubs avant de parler d'engagement d'équipe senior. La nouveauté aussi, c'est que des gens peuvent créer une association avec seulement des jeunes catégories et sont seniors. Et depuis qu'on a lancé cette opération en obligeant les clubs à avoir les effectifs des jeunes catégories minimum que nous mettons, aujourd'hui la pyramide est inversée. La pyramide aussi est accompagnée de l'organisation des ligues depuis la base jusqu'au sommet. À la base, il y a 48 ligues de wilaya, 8 ligues régionales, Ligue interrégion, Ligue nationale de football amateur et la Ligue de football professionnel. Donc les deux pyramides sont maintenant en place et elles fonctionnent bien et c'est un des sujets de satisfaction.
Le deuxième sujet concernant la disponibilité des entraîneurs au niveau de tous les clubs, c'est-à-dire l'adéquation du nombre d'entraîneurs avec le nombre de clubs, on est encore loin. On a un déficit encore d'à peu près 10 000 entraîneurs. Donc, il a dit qu'on formait 2500 sur les 2 saisons dernières. Aujourd'hui, les entraîneurs que nous formons, nous, sur les diplômes fédéraux FAF 1, FAF 2, FAF 3, arrivent à combler des déficits régulièrement, à conjuguer avec les efforts du ministère sur les premiers, deuxième, troisième degrés. On a un flux assez intéressant, mais complètement insuffisant. Alors, au plus haut niveau, vous savez que même le ministère a engagé un processus de restructuration de l'enseignement technique pour les entraîneurs. Et donc, il faut encore attendre quelques années, à moins d'opérations d'envergure spécifiques qui nécessitent beaucoup de moyens humains, beaucoup de moyens financiers. Mais nous faisons le maximum. Oui, bonjour monsieur. Mon intervention va se cristalliser autour de l'organisation de la CAN 2017. Elle a été donc attribuée à la Libye. Or, la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers temps. Alors, en votre qualité de membre du bureau exécutif de la CAN, est-ce que vous pourriez nous dire à quel moment la Confédération africaine va se pencher sur l'organisation de la CAN 2017 et, le cas échéant, est-ce que l'Algérie serait candidat à l'organisation de cette CAN 2017 en cas de retrait de la Libye? Bien, d'abord, j'ai l'occasion de souhaiter à nos amis libyens de recouvrer la paix et la tranquillité le plus tôt possible. C'est un pays voisin, un pays ami, un pays frère. Et nous espérons surtout pour mes amis de la Fédération libyenne avec qui j'entretiens des relations amicales et fraternelles très particulières, que j'ai appelées d'ailleurs en ce moment de l'Aïd. Nous espérons, Inch'Allah, qu'ils couvrent le plus rapidement possible leur tranquillité, leur paix et leur stabilité. Ceci dit, le comité exécutif se réunira au mois de septembre, le 19 septembre exactement, à Addis Abeba, pour la réunion annuelle des commissions et en même temps pour l'étude des dossiers habituels qui lui sont soumis en cette période de l'année. À son ordre du jour, il y a les attributions des CAN 2019 et 2021. D'ailleurs, les pays candidats ont le droit de présenter leur candidature, de commenter leur candidature et de l'appuyer par une intervention de 30 minutes par pays. Et aujourd'hui, outre l'Algérie, il y a la Zambie, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, qui sont candidats à ces deux Coupes d'Afrique. Il va de soi qu'à une réunion comme ça, le comité exécutif va aussi se pencher sur la préparation des prochaines CAN. Il se penchera sur la préparation de 2015 et bien sûr sur la préparation de 2017. Je ne préjuge de rien du tout de ce que décidera le comité exécutif, puisque jusqu'à maintenant je n'ai pas d'éléments particuliers. Ceci dit, dans le cas où la CAF solliciterait l'Algérie pour l'organisation de 2017, au lieu des actes plus loin, l'Algérie est prête à organiser l'édition de 2017. Je l'ai dit à mes collègues libyens que dans le cas où il y aurait un retrait, il serait préférable pour nous qu'on organise 2017 dans la même zone, la zone de l'UNA. Non, il n'y a pas de... Donc, ils sont conscients de ça et on le fait on en discute très amicalement. Dans le cas où la Libye ne serait pas en mesure de l'organiser, l'Algérie est prête à suppléer, à organiser la Coupe d'Afrique. Une commission de la CAF a déjà séjourné en Algérie, a vu et inspecté l'ensemble des installations que nous avons. Et je pense que tout le monde sait que nous avons la capacité, les moyens, l'infrastructure
et les ressources nécessaires pour organiser une belle Coupe d'Afrique des Nations en 2010. Et éventuellement, tout comme nous sommes prêts à organiser, si la CAF nous fait confiance, une autre édition à une date qui nous serait affectée. السلام عليكم. Salam. سؤال واحد بس فيما يتعلق بمباراة الجزائر كمنطقة، كان انتشر حديث كبير قبل نهائيات العالم حول إمكانية برمجة هذه المباراة حتكون في إقامة مباراة عودة. لكن مؤخرا فجأة تصريحات الاتحاد الفرنسي تقول بأنه المنتخب الفرنسي تم ضبط البرنامج التشغيلي تاعو كامل لغاية طلوع 2016. الآن فيما يتعلق بالسؤال تاعنا هو ممكن هذه المباراة. نهار تكون مساحة في البرنامج تاعهم وتاعنا نضمنها إن شاء الله. rien d'urgent. C'est pas un objectif d'organiser ماهيش مباراة رسمية، مباراة ودية تلعب في إطار كما كنت تقولوا الأخ مقبل، في إطار الأنظمة الدولية لما يكون تاريخ موجود ويكون ملائم والأهداف في تلك المرحلة. السلام عليكم. شفنا المنتخب الوطني في مونديال البرازيل لاعبين المنتخب كانوا مستهدفين للهند. شفنا النهارده وبعض اللاعبين يفكر في الاحتراف في قطر على غرار حديث ينضم الى النادي القطري. حبينا نعرفوا شكون رئيس الاتحاديه يستشيرون بعض اللاعبين يعني فيما يخص وجهتهم القادمه، او ما كانش يعني حديث بين رئيس الاتحاديه واللاعبين حول مستقبلهم الاحترافي. شفنا بقلم من راح طرابزون سبور يقدموا مدرب سابق. وشكرا. شكرا. قضية العمل ديال اللاعبين في الأندية المحترفة برا الوطن تهمهم هما، هذه قضية شخصية أنا ما نتقلش فيها. كل واحد مسؤول على حياته، وكل واحد مسؤول على المستقبل دياله، وهذه من الأمور شؤون خاصة ديال اللاعبين. كل واحد مسؤول على نفسه. احنا بالنسبة لنا نتمنى أن يكون اللاعبين يكونوا في أندية كبيرة ويكونوا في أندية وين عندهم وقت لعب في الجيل الكونيو، ويكونوا في المستوى ديال التحضير الملائم للمشاركة مع الفريق الوطني. كملنا. شيخ سؤال فقط بخصوص الناشط الوطني السابق اللي كان انجاز الفوضى في المونديال اللي وحده ولا الاتحاديه الجزائريه ولا كان يصير في ساعه على الوضع في المونديال اللي نفسه واحد اجنبي كما انا الان ولا الاتحاديه الجزائريه ولا شكرا. قلت لك هذه الامور الماضيه من انتهينا منها خلاص. يلا سؤال اخر. نعلم بأنه بدأ المراوغ كان نتائج جيدة على مستوى المنتخب الأول، لكن على مستوى المنتخب الشابة لا كلش نتائج كبيرة. قانون المنتخب الأواخر من تصفيات الفرق. السؤال الثاني بهذه تعرف الصحفيين يعملوا كثيرا عندما تحدث نشاطات كرة القدم. في مقام الاقتصاد نضطروا في ننشط في بعض النصارى ونروح نحكي كثير نديروا الديكلاراسيون على التصريفات. اسمها الفاضية تستفاد بها الوظيفية ممكن تصل في الأمانة العامة تاع الفرد ويجب نفس المعلومات الكافية أو صحفيين يشتغلوا يديروا أخبار ما كاينش إطار تاعها. شكرا. لا شكرا. أولا بالنسبة للأداة المهمة ديالكم، احنا المسؤولية ديالنا تكمن في لاكريديتاسيون.
تنظيم الداخل الملعب ماهوش من اختصاص الاتحاد ولا الرابطة. وثانيا اليوم الملاعب معيش منظمة وما عندهاش إمكانية استقبال العدد الصحفيين اللي يجلسوا فيه اليوم. لا تكلم لي على البطولات المحترفة. راك تكلم احنا بالنسبة لما يكون الفريق الوطني احنا ننظم المؤتمرات الصحفية ونظموا مليح وليزاكيتاسيون يجوزوا مليح حتى واللي يغطيوا الفريق الوطني يعرفوا باللي نبذل كل المجهودات باش نسهلوا المهمة ديالهم. بالنسبة للبطولات الأندية هذا مش من اختصاص الاتحادية ولا من اختصاص الرابطة، هذا من اختصاص النادي المستضيف. C'est le club qui est responsable de l'organisation de l'enfant. هو اللي مسؤول عن التنظيم كاملا. هذا اللي نص عليه القانون هكذا. هو اللي لازم يكون عنده الامكانيات اللازمه باش ينظم مؤتمر صحفي، باش ينظم استقبال صحفيين. لكن هذا يرجع ايضا لازم تعذرهم ايضا للمسيرين ديال الانديه، لانه الملعب مش ديالو. الملعب تبع للبلديه ولا الشركه الولائيه للقوف اللي تنظم ماهوش ديالو. ما عندوش امكانيه الفرض ديال التنظيم الملائم داخل الملعب. علاوه على هذا الملاعب عندنا برا من الملاعب الكبيره مثل هذا ولا النظام ما كانش منصات كافيه للاحتضان لكل الافراد ديال العائله ديال الصحافه بالكافيه وبالامكانيات اللازمه. لكن احنا بطريقه دائمه نطلب من المجموعات المحليه ومن مسيري الملاعب يخصوا لكم مساحه خاصه بالمحترفين ديال الصحافه. والسي محفوظ يزيد يذكر الاخوه هذا في هذا الموسم هذا باش يخصوا لكم مكان وباش قدر الامكان ينظم مؤتمر صحفي بعد كل مباراه. سؤال قبل الأخير. On a entendu parler de négociations avec certains actuels. Alors, qu'en est-il au juste? نقول لكم عليها وموجود parler de marketing. Effectivement, احنا بطالب من بيما العقد ينتهي بطريقه طبيعيه في نهايه هذه السنه، يعني بعد تصفيات كاس الامم. واحتياطيا كنا علمنا على مناقصه لاختيار شركات تعوض بيما، ليكيبمونتي يعوض بيما. لحد الساعه عندنا عرضين في الحقيقه، عرض واحد. عندنا عرض من عند اديداس وعندنا شركه محليه هنا اقترحت علينا ايضا انه تمثل شركه اجنبيه وما عندناش ناس كاع على بالها تمثل امره. هذه الشركه المحليه حسب اللجنه اللي تناولت اللي كانت عندنا المهمة ديال دراسة هذه المناقصة تمثل كذا من شركات، تمثل نايك وتمثل شركات أخرى. يعني سيكون سوسيتي صار لهنا تمثل بزاف لي سوسيتي. احنا الاتحادات بصفة عامة في العالم يتعاقدوا مع الشركة الأم. إذا لا ميزون مير تتعاقد معنا نتناقش. إذا باش يجي واحد وسيط ما عندناش حق انه نتعاقد مع وسيط. ثانيا احنا نطلب علاوات بالعمله الصعبه. هذه الشركه جزائريه، الاقتراح اللي دارته انه تقدم لنا واش يقولوا مساعده بالعمله الصعبه. ما عندهاش حق تتكلم بالعمله الصعبه لانه القانون الجزائري يمنع اي شركه محليه انه دير اقتراح بالعمله الصعبه. Le règlement de la banque d'Algérie interdit aux sociétés de droit algérien de commercer à l'intérieur du territoire algérien avec des devises étrangères.
وثانيا المبدا الاساسي هو انه نتعامل مع لا ميزون مع الشركه الام. ولذلك احنا خدنا مهله وعطينا قال اذا حبت هذه الشركه الام تقدم وتدير عرض رانا مستعدين ندرسوا. واحنا نظل رئيس اللجنه موجود، حدوا مهله استقبال هذا الاقتراح، لكن حسب معلوماتي لحد اليوم وممكن من شهر الجاي لحد ساعة ليس هناك اقتراح من شركة الأم. وهذا الموضوع هذا أظن اللجنة اجتمعت وراح تدرس في الموضوع في الأيام القليلة المقبلة، راح تعلن عن النتائج تقدموا للمكتب التنفيذي للبيرو الفيدرالي اللي اجتمع يوم 8 أوت إن شاء الله. Non, ils refusent. C'est eux qui ont demandé à arrêter. Puma a un projet de restructuration totale de sa compagnie parce qu'ils ont été rachetés par un groupe français. Et à l'origine, vous savez qu'ils étaient allemands, c'est la moitié, les Adidas et Puma, c'est la même famille, c'est les familles Dassler. Ensuite, ça s'est coupé en deux, ensuite c'est devenu des multinationales. Et maintenant, ça a été racheté, Puma a été racheté par un groupe français et qui ne veut plus beaucoup travailler dans ce domaine. Il va dans le domaine du vêtement et de l'habillement différent, donc il commence à se retirer progressivement de ça. Et bien sûr, nous, comme le contrat est arrivé à terme, c'est une opportunité pour eux, donc ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils ne comptaient pas continuer. Et d'ailleurs, ils n'ont pas répondu à l'appel d'offres. سؤال جانب المصري كان تحدث عن طالب يعني الاتحادية تاعو من أجل لقاء ودي مع المنتخب الجزائري. هذا الخبر صحيح حقه بالخبر خبر ولا متحمسين باش يكون هناك لقاء مع الفريق شباب؟ كنت كلماني هذا الموضوع تناولتوه انتم صحافة بس الصحافة المصرية ممكن. احنا ما عندنا حتى طلب رسمي ديال تنظيم مباراة ودية مع الفريق المصري الشقيق. لما احنا اولا الان ما فيش مكان في هذه السنة. اذا هناك اي امكانيات في المستقبل ان شاء الله ندرسها. شكرا لك محمد عمارة. أعرف أن هناك العديد من الزملاء ما زال عندهم أسئلة لكن ضيق الوقت. أعذر على كل حال ستكون هناك فرصة إن شاء الله في المستقبل. شكرا على هذه التوضيحات وهذه الإجابات. كلمة أخيرة وفيه إذا سمحتم أيضا هذا معنا فقط تكريم بسيط من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين لرئيس الاتحادية السيد محمد راوي. الجهود الجبارة التي يقوم بها في سبيل خدمة الكرة الجزائرية الأهلية والدولية. مشاهدينا الكرام، الساعة تشير إلى 21 دقيقة. إذا حان وقت أذان الظهر بالجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. تقبل الله